بجد بقى مش عارفة ازاي لحد النهاردة لسه بتشتريه، وهو بحبتين بطاطس هتعمليه. تعالوا النهاردة هنعمل الشيتوس مع بعض. مش بس تسلية، لا ده كمان وجبة مغذية. شايفين الجمال؟ مقرمش وخطير، اقتصادي، مغذي لأولادك. الله بجد. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا كده نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مش قادرة أقول لكم مقرمش وخطير وطعمه جميل إزاي. يلا بينا نشوف فيديو النهاردة مع بعض. الله بجد. الله. يلا بينا بقى على الطريق، يلا بينا. كفاية بقى. طيب، معانا كده زي ما قلنا حبتين بطاطس. تقدري طبعا تعملي اي كمية انت عاوزاها، وعلى فكرة لو عملتي واحدة بطاطس بس هيرمي معاكي كمية كبيرة. تمام كده. هنجيب حلة بقى ونبتدي، طبعا احنا قشرنا البطاطس وغسلناها، وهنبتدي كده نحطها ونقطعها قطع كده مكعبات علشان نسلقها. تمام. طريقة سهلة وبسيطة جدا. حطينا مية سخنة كده علشان ما تاخدش وقت، ونوديها على البوتاجاز لحد لما تتسلق. احنا في عصر السرعة، سلقناها بسرعة وجينا اهو. تمام كده. اظن مفيش اسهل من كده، ولا بقى مواد حافظة، ولا بقى مش عارفة ايه الوان، ولا انسي كل ده. حاجات مغذية اهو، ده فيها قيمة غذائية هقولك عليها دلوقتي وهتشوفي. بصي بقى، وهي سخنة كده هنبتدي ان احنا نهرسها على طول. البطاطس لما بتكون سخنة تتهرس معاكي بسرعة، وتبقى ناعمة كده زي الكريمة. احنا عاوزينها تتهرس جامد. تمام كده. علشان كده بقولك اول ما تسلقيها وتستوي تبتدي على طول تهرسيها، لكن لو سبتيها هتبتدي ان هي تبقى جامدة معاكي، واحنا زي ما قلنا كده عاوزينها تكون ناعمة تماما. طيب، هنحط عليها ايه بقى؟ بصي بقى، هنحط عليها معلقتين نشا، هنحط عليها 4 معالق دقيق ذرة. تمام كده. معلقتين نشا، 4 معالق دقيق ذرة. هنحط عليها نص معلقة بيكنج باودر، هنحط عليها ملح، هنحط عليها بابريكا، وهنحط عليها توابل، اي توابل انت حباها بطعم الجبنة. هنحط عليها نص معلقة كركم وبابريكا زي ما قلنا وتوابل، وهنحط عليها توم باودر. تمام كده، علشان يبقى طعمها كده لذيذ ولادك يحبوها. وبعد كده هتكون العجينة بردت معانا، والبطاطس هننزل ببيضاية. شفتوا بقى المكونات قد ايه لذيذة وجميلة؟ هكتبها لكم كلها في صندوق الوصف. حاجات سهلة وبسيطة جدا، وكلها مليانة قيمة غذائية. يعني الكركم ده يا جماعة فوائده رهيبة جدا. عاملينها بالبطاطس، حاطين عليها بيض، حاطين عليها دقيق ذرة. بصوا بقى في النهاية العجينة بقت عاملة ازاي اهو. طيب، هنجيب بقى كيس. الكيس ده بيتباع بجنيه، اللي هو بتاع البيتي فور والحاجات دي كلها، وبلح الشام بيتباع عند بتاع خامات الحلواني او بتوع الاكياس والشنط. قولوا له عاوزه الكيس بتاع البيتي فور، وهو بجنيه على فكره. وهنبتدي نقطعه من تحت قطعه صغيره كده، ونشوف الاول علشان ما نبوظش الكيس. يعني نقطع الاول قطعه صغيره، وبعد كده لو احتاجنا نقطع تاني اهو. كده بقى هنحتاج، لان هي لسه القطعه رفيعة قوي. تعالوا نشوف كده. تمام قوي، ايوه كده. يلا بقى، شفتوا بقى ما خدش وقت ولا خد اي حاجة. زيت غزير بقى ويكون سخن، وهنبتدي كده ننزل بالشيتوس بتاعنا اهو. شايفين؟ في اسهل من كده؟ مفيش. سهل وبسيط، وزي ما قلنا ادي لولادك بقى حاجات مغذية كده. حط لهم بقى في اللانش بوكس وهم رايحين الحضانة رايحين المدرسة. اعملها لهم. بصي لو كلوها كده بس حاف خلاص اعتمدت، يعني اطمنتي ان هم كلوا حاجة مغذية. زي ما قلنا هي عبارة عن بطاطس وبيض وبهارات مفيدة جدا، وفيها كركم. دي الذرة حلو ومفيد. حاطين معلقتين نشا، يعني كلها حاجات طبيعية. النار تكون ايه؟ النار تكون وسط علشان يتحمص معانا ويقرمش. ما تخليش النار عالية علشان ما ياخدش لون بسرعة ويبقى من جوه طري. تمام كده. شايفين الجمال اهو. ونكمل كده. وعلى فكرة الحبتين البطاطس دول هيرمولنا كمية كبيرة قوي.
اهو بتقطع ممكن بايدك كده، ممكن تضغطي عليها في الزيت بس علشان الكيس ما يسحش منك. انا جبت معلقه كده وبصي وبدات انزل كده واقطع بالمعلقه. يعني مفيش اسهل من كده خالص. زي ما قلتلك النار تكون ايه وسط، مايله للهدوء، يعني وسط وايه على هادي شويه بس مش هاديه قوي. تمام اهو. بصي بنخلص ما تكتريش كمية في الزيت ليه؟ علشان ما يلزقش في بعضه وفي نفس الوقت يقرمش معانا. كل حاجة بسيطة بنعملها في البيت يا جماعة، وحاجات صحية زي ما قلنا ندي لولادنا، يعني دي مش مجرد بس تسلية، لا دي كمان وجبة مغذية. اقول لكم ايه، انا عن نفسي والله ممكن اكل منها كام واحدة كده واحس ان انا خلاص مش هاكل لا رز ولا عيش ولا اي حاجة، بقى جنب قطعة بانيه تسالي، أنا باخدها بقى كأكل كده. لكن الولاد بقى هيحبوها، وزي ما قلنا حتى لو ما كلوش أي حاجة اعتمدت اللي هم كلوا حاجة مغذية. طعمها خطير جدا، رهيب رهيب رهيب، رهيبة بجد، خطيرة. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال يا اللي بتنسولي اللايك؟ الاقي الفيديو ما شاء الله حلو وكل حاجة بس اللايكات قليلة ليه؟ شايفين بقى ما شاء الله مقرمش، وشايفين رمالي كمية قد ايه؟ شايفين الجمال؟ والله مقرمش وخطير وطعمه رهيب. الله بجد. يلا فرحي ولادك حبتين بطاطس كده بقى وهم قاعدين بالليل الجو حر، وانت في المصيف اعمليها لهم. بصي في اي حاجة بالليل شجعيهم في المذاكرة. الله بجد رهيب. قولولي بقى، بتنسوا تقولولي بتتابعوني من انهي بلد؟ عاوزة اشوف متابعيني منين. بشكر كل حبايبي اللي في اسكندرية، وبشكر كل حبايبي من الدول العربية اللي دايما بيكتبولي، من الجزائر والمغرب والسعودية. بشكر كل حبايبي في كل حتة في مصر وخارج مصر وكل المحافظات، بجد بشكركم كتير قوي. بحبكم في الله، بشكركم وبحب تعليقاتكم الجميلة. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تحطولي لايك، واعملي لي متابعة على الفيسبوك، واشتراك على قناتي على اليوتيوب مطبخ سهير جاد. أقول لكم إيه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. باي باي.